يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما ابدأ الفيديو اوعي تنسي لو عجبك تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. طبعا الفراخ اللي انتوا شايفينها دي فراخ انا مربياها من وهي عمري يوم، نزلت لكم بيها فيديوهات كتير للي حابب يستفيد ويربي برضو يلحق على رمضان ان شاء الله. لو حابين تتفرجوا على الفيديوهات بتاعة التربية هنزلها لكم ان شاء الله في البطاقات وهحطها لكم في صندوق الوصف. دلوقتي كان الفراخ دي كان عمرها 36 يوم، وانا كنت هذبح النهاردة. ما شاء الله وزنت والاوزان كانت حلوة جدا، كان في 2.5 وفي 3 الا وفي 2 و200، كانت الاوزان متنوعة. خدتهم كده طبعا بعد ما دبحناهم، زي ما انتوا شفتوا كده حطيناهم على حطينا المية على البوتاجاز. لازم تكون المية سخنة، مش سخنة قوي يعني لحد الغليان، بس تكون سخنة يعني بشكل كافي بس مش واصلة للغليان. وهبتدي ان انا ابل الفراخ فيها. واتخرجت على السطح بقى، في عندي كده حمام انا مبلطاه على السطح وفي صرف وفي مية. فقعدت بقى زي ما انتوا شايفين في الشمس كده، قعدنا ننضف الفراخ ونشيل الريش اللي فيها، وكان معايا حد بيساعدني لان انا كنت طبعا تعبانة في اليوم ده. فالمهم يعني اللي كان بيساعدني ده كان عنده محل فراخ ومعرفة يعني. وزي ما انتوا شايفين بقى دلوقتي بيوريكوا ازاي تقدري تفتحي الفرخة وتطلعي اللي فيها من غير ما الكبدة تتهري، ولا يكون في تعب ولا حاجة تحسي بيها يعني، ولا تحسي بمشقة. زي ما انت شايفة كده فتح الفرخة وراح فاصل كده الجدار بتاع البطن من فوق عن الكبدة عشان تطلع من غير ما تتهري. وزي ما انتوا شايفين المية شغالة، وبدأت نضفنا كل الفراخ الأول من الريش، وبعدين بدأنا ان احنا نفتحها زي ما انتوا شايفين. نقيت الفراخ اللي كانت كبيرة وعملت منها طبعا بانيه، وطلعنا ستريبس وطلعنا شاورما. علشان طبعا رمضان كل سنة وانتوا طيبين. يعني انا كنت جايبة الدورة دي لدورة رمضان. فطبعا كل الحاجات اللي احنا بنعملها النهاردة بقى ان شاء الله بإذن الله دي من تفريزات رمضان للطيور. كل سنة وانتوا طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب. ويرفع الغمة يا رب عن أهل غزة، ويا رب يجي رمضان عليهم وهم في أحسن حال، ويا رب يبدل عليهم الحال لأحسنه. فزي ما انتوا شايفين كده نقيت الفراخ الكبيرة كلها وعملت منها بانيه علشان ان شاء الله يكفيني الشهر كله. وكمان طلعنا منها ستريبس زي ما انتوا شايفين. عشان تعملي البانيه لازم تكوني مثبتة ايدك على الصدر كده، بتقطعي الحتة الموزة دي هنخليها ستريبس، وتبقي مثبتة ايدك الشمال وبتحركي السكينة بايدك اليمين بشكل ثابت. الوراك طبعا اللي طلعت من الفراخ اللي احنا عملناها بانيه زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي نخليها. بنشيل الجزء دوت اللي هو بيبقى من الظهر من تحت بنفصله. وهنبتدي لو حابة تعملي حمام كداب، دي الطريقة بتاعة الحمام الكداب. بتمشي مع العظمة، يعني بتمشي مع العظمة، تفتحي اللحم من فوق العظمة وتفضلي ماشية من الفخدة وتنزلي على الدبوس، بتسلكي العظمة زي ما انت شايفة كده بالظبط. يعني بتفتحي كده فتحة من فوق في اللحم من ناحيتين بتوع العظمة، وتبتدي تسلكي. اهم حاجة يكون معاكي سكينة حامية. السكينة الحامية هي اللي هتسهل عليكي كل الشغل اللي انت هتعمليه. زي ما انتوا شايفين كده بتسلكي الاول العظمة بتاعة الفخدة، وشايفة دوت المسن. عشان كده بقولك لازم يكون معاكي سكينة حامية تسهل عليكي. تسهل عليك يعني انت تخلي، يعني تبقى ماشية معاكي كده الامور بسيطة وما تحسيش ان انت تعبتي في حاجة. هتلاقي الدنيا ماشية معاكي سهلة ان شاء الله. زي ما انت شايفة بقى انت مجرد ما بتسلكي بس اللحم بعيد عن العظم ده ورك تاني اهوت برضو هتشوفوه. بتشيلي القطعة اللي هي بقية الظهر دي من تحت،
وبتمشي مع العظمة بتاعة الورك اللي هي في النص، بتفتحي فتحة اللحم من فوق وتمشي لغاية الدبوس وتسلكي اللحمة من العظم. لو حابة تعملي حمام كداب هتسيبيها زي ما هي طبعا، هي معمولة احنا خاليينها الورك وهو الجلد فيه، عشان لو حابة تعملي حمام كداب هتبتدي تحشي وتلفيها زي ما احنا عارفين بيتعمل ازاي. انما انا شلت الجلد طبعا، يعني شلت الجلد من على الورك خالص، وبدأت ان انا اقطعها شاورما كده زي ما انتوا شايفين. يعني ما كنتش حابة اعمله حمام كداب. فقطعت بقى الشاورما كده، وطبعا كنت محضرة اكياس وكنت محضرة اطباق فل، واللي كنت بطلعه كنت بوزنه على الميزان واروح معبياه في الاطباق الفل وفي الاكياس، واكتب على كل كيس يعني ايه نوع الحاجة اللي فيه، علشان انتوا عارفين الحاجة لما بتخش التلاجة او الفريزر ملامحها بتتغير، فكتابة نوع الحاجة على الكيس بتريحك جدا. انا هنا بوريكم بقى الحاجات اللي طلعتها دي. اجنحة حطيتها زي ما انتوا شايفين وكتبت عليها كده، وديت الزوار، ده كل الحاجات دي بتاعت الفراخ اللي انا خليتها وعملت منها بانيه وشاورما. اما الفراخ اللي كانت صاحية قصدي اللي كانت سليمة، طبعا كيستها وحطيتها في الفريزر على طول. دي الكبدة اللي طلعت من الفراخ بتاعتي، ودي القوانص. وانا يعني من مكاني ده بشجع كل واحدة تربي في البيت، هتوفري كتير جدا وهيبقى عندك خير ما شاء الله. فانت ما تكسليش، ولو عندك مكان ربي احسن ما تشتري. ولو انت دي شاورما اللي انا بوريها لكم دلوقتي، ولو انت ما عندكيش مكان في دخلة رمضان دي هاتيلك 3 4 فرخات وطلعي منهم كل اللي نفسك فيه. كيلو البانيه دلوقتي بقى ب 220 وب 250 جنيه. انما انت لما تجيبي الفراخ سليمة وتعملي زي ما انا بقولك كده، تطلعي ستريبس وتطلعي بانيه وتطلعي اجنحة، هيبقى عندك كذا وجبة تكفيك الشهر كله على حسب عدد افراد اسرتك. فهنا زي ما انتوا شايفين كده انا عملت البانيه والشاورما وطلعت كبد وقوانص والاجنحه والازوار، تبقى تتعمل برضو وجبه في يوم. واللي انتوا شايفينه الكيس ده الهياكل، مكان خلي البانيه الصدور، ومكان والدهور والكلام ده كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسونيش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ويعني زي ما قلت لك ربي، ولو ما ربيتيش ومفيش وقت هاتيلك فراخ سليمة واعملي زي ما انا عملت كده. ان شاء الله هيبقى عندك خير طول الشهر، وهتبقي وفرتي برضو فلوس كتير قوي عما تشتري كل حاجة كده بسعر معين. والاسعار دلوقتي خيالية. ربنا يا رب يسترها علينا وعليكم، ورمضان كريم، وربنا يبلغنا رمضان يا رب. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.